السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رغم نتيجة المباراة الجيدة إلا أن أنصار الاتحاد السعودي هاجمت حسام عوار، وفيه من طالب بتسريحه سريعا. شاهد الفيديو للأخير لتعرف جميع التفاصيل، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. خرج فريق الاتحاد السعودي بنتيجة إيجابية ضد النصر السعودي أبقتهم في صدارة الدوري السعودي، وشارك الدولي الجزائري حسام عوار في 90 دقيقة كاملة. وبعد نهاية المباراة هاجم بعض من أنصار الاتحاد السعودي حسام عوار، واصفين إياه باللاعب السلبي. أحد المدونين في موقع إكس كتب: حسام عوار لاعب سلبي. لو كان الاتحاد يملك لاعب غيره أو ليرون بلان يعتمد على حامد، راح نشوف الاتحاد مختلف بشكل كبير جدا. مدون آخر كتب: حسام عوار وفابينو أفشل ثنائي في العالم. مدون آخر كتب: حسام عوار أعفن لاعب، ليته جلس كورنادو. للتذكير حتى كورنادو وكانوا يطالبون بخروجه الموسم السابق. وآخر مدون معنا قال: حسام عوار لاعب مستفز، لا يساند ولا يقطع ولا يمرر ولا شيء. ولعلمكم هذا اللاعب الأسبوع السابق أغلب المشجعين أجمعوا على أنه نجم الفريق.